بداية راح نبدأ بهذه القناة، قناة الدجالين، قناة كهنة المعبد يا إخواني، اللي كانت مديرة مشاكل كبيرة جدا في صفوف المنتخب الوطني، وكانت السبب الرئيسي والأول لطرد بالماضي من على العارضة الفنية، وحتى أنهم باتهاماتهم دخلوا ناس بزاف للحبس، منهم الزاتشي اللي راهو الآن يقبع في السجون. راح نتكلموا على الأمر هذا كيف تبع تشوف. راح نعطي لك علاه الآن هذا الناس هذو مازالوا لحد الساعة يا إخواني يطالبون بتجديد عقد بيتكوفيتش، لأنه عندهم مصالح كبيرة جدا في بيتكوفيتش وفي طرد بالماضي. إخواني هذا الإنسان تعرفوه صحفي عادي، الآن راهو عنده مناصب مرموقة في الإعلام بالمنتخب الوطني. تبع تشوف معي. قال لك الهداف كانوا يحطوا تشكيلة المتوقعة قبل 6 ساعات. العجيب أن كل التوقعات كانت صحيحة. أنا عام يا إخواني